مشكلتك يا غريم انك مش عارف قيمة نفسك. دي المشكلة بتاعت الزمالك. انت نادي كبير، الزمالك نادي كبير، الاهلي والزمالك كبار مصر وكبار افريقيا. حط في دماغك كده، لا لعيب يتني عليك ولا مدرب يتني عليك ولا رئيس حتى نادي يتني عليك. انت الزمالك. انا راجل اهلاوي بس بقول لك فريق كبير. انا مولود وكبران على ان الاهلي والزمالك هم ابطال مصر. الدوري شويه عندك، الدوري شويه عندي، مفيش مشكله. لكن انت لعيب زي زيزو. زيزو لعيب كبير وكل حاجه، بس مش اكبر من الزمالك. ومش هتفاوض معاه 10 شهور. مش 10 شهور هتفاوض مع حد. انا بجدد عقدي، مش بكتب كتابي على لعيب انا. ليه يا عم 10 شهور؟ يا باشا هتجدد جدد، مش هتجدد الباب اللي يجيلك منه الريح. اتكل على الله. ده كان اقعد 10 شهور ومش عارف ايه وايه وايه، في الاخر نقول اصله مرضيش ونيجي شاتمين بعض والقصص دي كلها. ليه يا عم؟ في ايه؟ بيني وبينك عقد انتهى خلاص. جدد يا عم. هتجدد تمام، مش هتجدد سلام عليكم. ليه بنقع في القصص دي؟ يعني ليه بنقع في القصص دي كزمالك؟ انت عندك مشاكل اداريه، لازم تبقى عارف القصص دي. بس انت عندك مشاكل اداريه. خد بالك، الاهلي بيحاول يجيب لعيبه من الانبي وبيحاول يجيب لعيبه من بيراميدز، ما بيعرفش. اللي اسمه الشريه بتاع انبي ده كذا مره الاهلي يحاول يجيب منه، ما بيعرفش يجيب منه. وكذلك بيراميدز ما بيعرفش يجيب منه، بس بيعرف يجيب منك. انت عندك تركات، يعرف القصه دي ويحلها. ما هو ما ينفعش انت تقع. انا بقول لك انا اهلاوي وبقول لك ما ينفعش الزمالك يقع. انا وانت الكبار. انا لما الدوري يروح الزمالك عادي، انا متعود. بص يعني من صغري شويه عندي شويه عندك. لكن ما تسيبوش لحد غيرك يا اخي. يعني كل خلاف انا وانت على الدوري اللي هو بتاعي وبتاعك. ما يجيش نادي زي بيراميدز لسه جاي امبارح ياخد دوري مني ومنك يعني. انت كبير واعرف ان انت كبير.